هاي بودكاست، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في بودكاستي. اللي ما بيعرفني أنا شهرزاد إسماعيل، عاملة هالبودكاست لحتى نجرب إنه نحكي، ندردش ونفهم حالنا أكثر ونتطور سوا. فيديو اليوم مرة متحمست له. ليش؟ لأنه ماني محضرت له إطلاقا. الفيديوهات السابقة كنت أخذ تجربتي أحط كمان معلومات إضافية وأجيبها لكم، أحضر له. فيديو اليوم ماني محضر له. جيت أقول لكم على عادات سويتها من شي 5 أشهر أو 6. هي العادات فرقت معي كتير، بالرغم من إنه هي عادات بسيطة جدا. لما راح أقولها لكم راح تقولوا شو هالعادة، راح تفرق معاكم وراح تشوفوا. المهم، إذا أنت جديدة اعملي لي سبسكرايب، متابعة، جيم، تفضلي لي صديقتك هون، جيبيها لهون. والمهم تابعي الفيديو للأخير لأنه مرة راح تستفيدي، وقولي ما قالتها لي شهرزاد. العادة الأخيرة هي العادة اللي فادتني كتير، وراح أقولها في آخر الفيديو لحتى تكملي الفيديو، وكمان بعدين أقول لك كل شيء. المهم، أول عادة اللي حسيتها كتير فرقت معي اللي هي كل ما أقوم الصبح أشرب الماء. راح تقولوا لي إيه هاي بنعرفها، بس كيف؟ مو كيف، ليش؟ أنا دايما فيني إمساك، فيني عندي القولون، عندي القولون العصبي، كتير عندي المعدة بتألمني، كتير بتألم. فمن لما واظبت على إني أقوم الصبح أشرب كاس أو كاستين مي، هي بيقولك لو بدك تستفادي أكتر اشربيهم وهنين دافيين، بس أنا ما بقدر، ما بحب الماء الدافي. بشربهم عادي، كاسة مي واحد بشربه الصبح. فرق معي كتير. حسيت إنه بشرتي صارت أحسن، حسيت إنه ماء الصبح بيخلص كل بطني من السموم وكل جسمي من السموم. المهم، بدون تفاصيل في هذا الموضوع، اشربي كاسة مي الصبح. الثاني، العادة الثانية، وهي التنفس. راح تقولي لي نحن كلنا بنتنفس، بعرف، بس أنا دايما لما تعلمت هي كيف اتنفس، كيف بقولك، غاضتني عمري بالجزائر. شفقت على حالي كيف كنت دايما أتنفس تنفس هيك من الفوق فقط. فدايما بحس بضيق في الصدر، بحس خاصة أنا عندي الكورونا، دايما عندي تنفس بموت لحتى أتنفس. فلما بديت إني أتنفس كل يومي مركزة على تنفسي إنه يكون مزبوط. كيف؟ بدخل الهواء من أنفي، بنفخ بطني. لما تدخل الهواء تجربي إنه مو فقط من الصدر هيك، لا، من الأنف للبطن، كرشك بتخرج شوي. ومرات كنت أعمل 5 عدات. كيف؟ بتنفس 5 ثواني، بشد النفس 5 ثواني، وبخرج لمدة مثلا 5 ثواني. ففرق معي كتير، حسيت دايما ما بحس حالي مرهقة، مزاجي رايق. خاصة لما اليوم اللي أجرب إني أركز على تنفسي، هذاك اليوم تكون إنتاجيتي أعلى، بحس حالي إني أنا أحسن في المزاج. فجربيها، مانك خاسرة شي، لصحتك. هي العادة ابتديتها من لما ابتديت أتصالح مع نفسي، أراقب أفكاري، شعوري، اسمع صوتي الداخلي. هي كلها عملت لها كسلسلة بداية لأنك توعي بحالك. روحي تفرجي عليها لأنه هي الصح. المهم، الخطوة هي اللي هي الكتابة بالليل. شو معناتها؟ لما اجي بدي انام، اجيب الكناش تبعي الصغير، دفتر صغير، قلم، اكتب شو الاشياء اللي حسيت انه انجزتها اليوم وانا مفتخرة في نفسي. شو الشعور اللي حسيته اليوم؟ لو كنت متخانقة مع حدا وفيني شعور غضب او توتر، بكتب. لو بدي اقول كلام لحدا وماني قادرة اني اقوله له، اكتب. فهذا الشيء كتير فرق معي، بالرغم من انه هو تفريغ. تفرغي اشياء راح تعرفيها لما راح تجربي. جربي كناش صغير تكتبي، حتى لو تكتبي كلمة عادي، المهم انك تكتبي قبل ما تنامي. وهذا انا ماني للان مداومة عليه، بس بجرب اني اداوم عليه. داومت عليه شي ما بعرف 5 شهور او هيك، بعدين بطلت شوي، بعدين عم اجرب اني اواظب عليه. بس المهم كبداية لانك تتصالحي مع حالك وتفهميها، ابتدي بهي الخطوة. هاي الزبدة،
هي العادة الأخيرة. شوفوا بنات، ما ب... قد ما أفسر لكم وأشرح لكم الفائدة تبعها ما راح تفهموا ولا حتى تجربوها. أنا راح أقول لكم هلأ فقط نقطة، وإذا بدكم، لأنه هي لازم أحكي عليها في فيديو، إذا بدكم فيديو قولوا لي في التعليقات. المهم، إني أقوم الصبح بهدوء. راح تقولي لي عادي نحن كمان، لا، أنا دايما كنت أقوم الصبح أحس بقلق، لازم إني أنجز القائمة تبع المهام تبع اليوم، لازم إني أعمل كذا، أنا متأخرة، بشرب قهوتي بجري. فلما اكتشفت إنه مو اكتشفت لما سمعت إنه لازم أجرب إني الصبح أقوم بهدوء، جربت إني دايما لما أقوم أتجنب المناقشات الصبح والكلام الفاضي، أقوم برواق، أروح أغسل وشي، أفرش أسناني، أغير ملابسي، أشرب قهوتي بهدوء. بهدوء، لازم تحسي حالك انك ببطء، بهدوء تساوي ببطء، يعني لازم انك تكوني بطيئة الصبح. من الاخر، الصبح شوي بشوي. وروتين الصبح انا عملته وللحين مواظبة عليه، لانه بسببه تغيرت حياتي. من الاخر ما تقولي لي كيف لو بدك اعمل لك فيديو، وراح اعمل فيديو حتى لو ما بدك، لان بدي انكم تستفادوا بالغصب عنكم. المهم، روتين الصبح فرق معي كتير. أول خطوة أعمليها، جربي إنك تقومي بهدوء. المهم، فيديو قصير ظريف خفيف ظريف للعادات اللي أنا واظبت عليها وكتير فرقت معي. والله يا بنات لما عم تسمعوا الفيديو راح تقولوا جربي، اكتبي، حتى لو لازم إنك تبتدين بعادة، لأنه في البداية أنت يعني لما تكوني مانك مواظبة على أي عادة راح يجيك هالشي شوي صعب. عادة واحدة، جربي إنك تبتدي بالهدوء الصبح فقط فقط، وشوفي. إذا عجبك الفيديو لا تنسي إنك تتابعيني وتدعي لي وتقولي لي شو هي المواضيع اللي بدك تسمعي عنها، وأنا أشوف إذا أنا مجربتها أو أجيب لك معلومات هيك أو أحكي لك أي شيء، مو أي شيء شروي غروي، بس المهم يكون مفيد لحتى استفاد أنا قبلكم، وكمان أنتوا تستفادوا معي. المهم، باي، بحبكم.